السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. كان عندي نص كيلو دقيق سبونج جاهز ورايحه زياره لناس. كنت هعمل تورتايه، فقلت بدل ما اعمل تورتايه اعمل الجاتو. انا عملت التورت قبل كده، اجرب الجاتو في البيت. بجد بجد طلع تحفه. نص كيلو والدنيا 18 قطعه، يعني دستة ونص. زينتهم بالمكونات اللي موجوده ومتوفره عندي. كان عندي فراوله، قلت استغل موسم الفراوله. عملت جاتو فانيليا بالفراوله، تحفه جدا وطعمه لذيذ لذيذ بجد والله. واهم ما في الموضوع ان احنا عاملينه في البيت، واهم ما في الموضوع برضو ان هو اوفر وارخص بكتير من بره. يلا بينا نبدأ. انا هنا ما حبيتش اطول الفيديو. عملت السبونج واتبعت التعليمات اللي موجودة على الكيس. بس بدل ما احط مية حطيت نص كوباية لبن، وحطيت ربع كوباية من الزيت عشان يعلوا الريتش بتوع بتاع السبونج. دخلتهم الفرن تقريبا خدوا نص ساعة. اختبرته وبعد كده لقيته استوى وسيبته على جنب لحد ما يبرد. جاهز بقى الحشوات والحاجات اللي هغطي بيها الكيك او الجاتو. انا هغطيه بجناش من الشوكولاته البيضاء. فعندي شوكولاته بيضاء 150 جرام، وعندي 50 جرام لبن سخنتهم كويس ونزلت عليهم بقطع الشوكولاته وقلبتهم لحد ما داب وسبتهم على على جنب. الكريمه كريم شانتيه عادي، او لو في كريمه لباني متوفره عندك او كريمه فريش اللي موجود. كان عندي كريمه جاهزه في الفريزر، حطيتها وحطيت عليها كوبايه شانتيه خام، وعليهم معلقه كبيره من الباستر كريم، وعليهم كوبايه وربع من اللبن ساقع او كوبايه وربع من الميه. وحطيت 3 معالق من السكر. قلبتهم وضربتهم في العجان. خدوا تقريبا من 7 ل 10 دقايق لحد ما ادوني فوليوم حلو. تمام. هنا ابتديت الكيكه بردت، ابتديت بقى اشيل الطبقه اللزجه اللي على الوش دي، ملهاش اي استخدام. وقسمت السبونج، ممكن نستخدمها بدون تقسيم، بس انا حبيت احشي في النص كده. قسمتها والكيكه عندي طريه وناعمه جدا، لكن حبيت ازود الريتش بتاعها، فزودتها شويه لبن كده، سقيتها بشويه لبن. ابتديت بقى احط كريمه، حطيتها في كيس تلاجة، وابتديت اوزعها على طبقه السبونج، ونفردها باي حاجه، بمعلقه، بسباتيول زي ده، سباتيول بلاستيك او سيليكون اللي موجود عندنا. طبقه متوسطه مش كتير قوي، لان لسه هحط طبقه تانية من الكريم. عندي فراوله قطعتها مكعبات، ممكن نستبدلها بالمربى، ممكن تستبدلها بالمكسرات او قطع الشوكولاته. وبعد كده حطيت طبقه من الكريمه عشان اغطي الفراوله، وعشان لما اجي احط الديسك التاني من السبونج ما يتزحلقش ويثبت على على الديسك الاولاني. وزعت الكريمه وغطيت الفراوله طبعا بطريقه كويسه. بعد كده حطيت الديسك التاني، وبرضه هديله شويه لبن كده من على الوش من فوق. وباقي الكريمه هحطها على الوش واسويها بالسباتيول او بالمعلقه، يعني هخلي السطح بتاعها املس، لان انا هغطيها بجناش الشوكولاته البيضاء، فمش عايزه فيها تعريجات او فيها هوا، عشان يبقى شكل الجاتوه حلو. المفروض كنت دخلتها التلاجة تسقع شويه، لكن انا كنت مستعجله فحطيت عليها الجناش بتاع الشوكولاته حتى وقع من الجناب زي ما انتم شايفين. ده جاتوه بقى، فهنقسم او هنشيل الزوايد اللي في الجناب الاربعه. لو هنعملها تورتايه هنجلس او هنغلف التورتايه على طول بالكريم شانتيه. ابتديت اقسمها، قسموها حسب ما تحبوا. انا قسمتها انا مش فاكره والله بالظبط، بس مسكت المسطره وقعدت اقسم على قدر المستطاع، قسمتهم قد بعض. تمام. ولما نيجي نقسم او نستخدم السكينه بننزل رأسي كده على طول، وبنسحبها من تحت، ما بنطلعش السكينه من فوق عشان ما تطلعش فتات من الكيك يبقى على وش التورتايه او جاتو. بعد ما قسمتها جبت فراوله قسمتها نصين، بما ان ما حاطين فراوله في النص، فقلت ازين الوش بفراوله. حطيت انصاف من الفراوله كده على كل قطعه. ممكن نكتفي بهذا القدر، لكن انا حبيت ازود الشكل بتاعها، الشكل الجمالي. عندي صوص بيستاشيو، سخنته في الميكروويف في كيس حلواني، وابتديت اعمل خطوط عشوائيه كده على الفراوله والجناش. تمام. خلصنا الجاتو بتاعنا، ما خدش مننا وقت تماما، سهل جدا وطعمه حلو قوي. جربوه وان شاء الله يعجبكم ويعجب اولادكم، وحلو جدا في المناسبات وحلو جدا في الزيارات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.